ادخل. شريف محمد السيد دكرور يا فندم. اتفضل. تعال يا شريف. فندم يا باشا. تعال اقعد. ايه يا شريف؟ انت كل يوم والتاني هتجيلي بمشكله شكل ولا ايه؟ انا مش هديته دانك قبل كده؟ ايه؟ مش خايف على مستقبلك؟ في قانون طوارئ في البلد وانا ممكن احبسك. وبعدين الحاله الامنيه مش ناقصه. يا فندم انا بحاول اقول رايي. يا دي رايك اللي فلقتنا بيه. يا اخي احنا مش ضد ان يكون ليك راي معارض، انما احنا لا يمكن نقبل ان المعارضه تكون بالهمجيه دي. اللي بتعملوه ده فوضى واثاره للراي العام وشغب. احنا ما كانش قدامنا غير كده يا فندم. اسمع يا شريف، انا عارف انك ولد متعلم وبتفهم. اكتب في اي حته يا اخي، اكتب في مجله في الجامعه. ايه حد منعك؟ ايوه يا فندم، الجامعه بتمنعني. اكتب في اي جريده. جرايد المعارضه والمستقله كتير. هو في جريده يا فندم هترضى ان اكتب فيها؟ ما انا حاولت كتير، حتى جرايد المعارضه بالواسطه. اسمع يا شريف، انا هعتبر دي اخر مره اشوفك فيها. لو شفتك تاني مش هرحمك. انا هديلك فرصه اخيره عشان تتعدل. هكلم لك واحد صاحبي في جريده بلدنا عشان تكتب فيها رايك يا سيدي اللي انت عايز تكتبه. اديني يا ابني رئيس تحرير جريده بلدنا. ايوه يا فندم، بس دي جريده منحازه للنظام، يعني مش هترضى تنشر لي اللي انا بكتبه. مفيش حاجه اسمها مش هترضى. احنا في عصر لا فيه قلم بيتقصف ولا راي بيتصدر. المهم يكون في حدود اللياقه. الو. ايوه شعبان بيه. في واد يهمني اسمه شريف محمد السيد، بيكتب كويس. عايزك تشوف له وظيفه عندك في الجورنال. هاي هاي، شكرا. يلا تطلع من هنا على جريده بلدنا. عارف هي فين؟ عارفها يا فندم. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. متشكر قوي يا فندم. كويس، اسلوبك حلو، انما حد زاد عن اللزوم. الكتابه للصحافه محتاجه طريقه في العرض وطرح القضايا. وخلي بالك يا شريف، انت بتكلم شعب معظمه بطل يقرا، يعني واحده واحده عليهم يا شريف. حاضر يا فندم. انما انا مبسوط منك، وهعينك بالقطعه لحد ما تتخرج وتاخد البكالوريوس بتاعك، وبعد كده هتنضم لاسره الجورنال. انا متشكر قوي يا فندم. على فكره يا شريف، انا ما وافقتش انك تبقى معانا هنا علشان تليفون سياده اللواء، لا، لولا ان انت موهوب فعلا. انا والله لو مين كلمني لا يمكن كنت هقبلك. ان شاء الله اكون عند حسن ظنك يا استاذ شعبان. طبعا انت كصحفي حاجه وكطالب في الجامعه حاجه. من دلوقتي عايزك تنتبه لشغلك وتعرف ان تصرفاتك الشخصيه محسوبه عليك، خصوصا ان انا سمعت ان انت كنت غاوي مظاهرات ومشاكل مع الامن. احنا مش عايزين وجع دماغ، لان انا نويت اعينك مندوب الجورنال في الداخليه، وانت عارف الناس دول مهمين جدا بالنسبه لنا. دول بيمدونا بالمعلومات وبالاخبار وبالقضايا قبل الجرايد التانية. عشان كده عايزك تهدى، مش كده ولا ايه يا شريف؟ نهدى يا فندم. اتفضل يا شريف. بقول لك ايه يا شريف، ايوه يا فندم. انت عندك عربيه؟ لا يا فندم ما عنديش. طيب عموما في عربيات نازله جديد، الجورنال متعاقد عليها بالتقسيط للصحفيين. انا هحجز لك واحده عشان تعرف تمشي بيها شغلك، مع اننا ما بنديش العربيات دي الا للصحفيين المعينين. انما انت بالنسبه لك اهو فاضل لك كام شهر وتتخرج، انا هعمل لك استثناء. متشكر قوي يا فندم. طيب تقدر تروح دلوقتي لسكرتير التحرير عشان يعرفك مكتبك فين. صباح الخير يا دكتورة. خليكي قاعدة من فضلك. أنا جاي بقى أبارك لك على المكتب الجديد يا ستي. متشكرة قوي يا دكتور أحمد، بس أنت عارف أنا مش غاوية قعدة مكاتب. دماغك ناشفة، مفيش فايدة فيكي. لا تتساهلي أبدا. طبعا حضرتك عارفة إنك قلبت الدنيا علينا في الصحافة والإعلام. عملت لي إيه يا دكتور في موضوع الانتداب؟ طب الهداوة عليا شوية يا استهان. ده أنت ما عزمتنيش على حاجة، ده أنا في مكتبك. أنت صاحب مكان يا دكتور أحمد، ومش مكان بس، مكانة كمان. طب يا ست الله يخليكي. المهم انتهالي دلوقتي هتبقى مكشوفة قوي لو بعد تعيينك بكام يوم بس عملنا لك انتداب في مركز المعادي. لو ما انت كنت بتتخانقي على ايه، مش كده؟ أمال هبدأ شغل إمتى يا دكتور؟ هتبدأي هنا وفورا، بس في موضوع تاني زي ما اتفقنا، طبعا في حدود تخصصك. وهنخليك تروحي معامل الليزر في مركز بحوث الجامعة يومين في الأسبوع، كأنك بتكملي تجاربك هناك.
يومين بس؟ ما ينفعش. بالهداوة بالهداوة يا دكتورة، نبتدي بيومين وبعدين نسحب واحدة واحدة. عموما أنا عملت لك الموافقة اهي، عملتها لك بقرار داخلي هنا من الهيئة. مش عارفه اشكرك ازاي يا دكتور احمد. المهم إنه ما تسجنش. استهانم أنا قربت أطلع معاش، نفسي أجوز الواد قبل ما أطلع. بس انت مش هتطلع معاش ابدا يا دكتور احمد. ماشي. عموما أنا عملت جواب لمدير المركز عشان يسهل لي كل حاجة. طيب والماتيريال، خام اليورانيوم اللي هشتغل عليه. وده برضو موضوع نتكلم فيه هنا يا دكتورة. انا اسفه يا دكتور. المهم دلوقتي انت مش تعزميني على فنجان شاي بره بمناسبة المكتب الجديد ولا ايه؟ انت تؤمر يا دكتور احمد. تمام يا معالي باشا، احنا جبنا العيال سيادتك. العبوات الناسفه كانت معاهم يا فندم. لا بدائيه جدا، مسامير وبارود في علب ورنيش. ايوه يا فندم. لا يا فندم لسه ما نعرفش توجهات وانتماءات العيال ايه بالظبط. سيادتك انا هشتغل معاهم وبلغ سيادتك بكل حاجه. لا 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 يا فندم، الصحافه ما خدتش خبر بالموضوع. طبعا يا معالي الباشا. تمام سيادتك يا فندم. اتفضل اتفضل يا معالي الباشا. تمام سيادة يا فندم. هات العيال اللي بره دول. أمرك يا فندم. خش. اخرج انت واقف الباب وراك. أمرك يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ محمود يا باشا. محمود؟ محمود ايه؟ محمود محمد يا باشا. دراستك ايه يا محمود؟ انا حقوق يا باشا. هم؟ حقوق يا باشا. حقوق؟ ايوه يا باشا. بتعمل كده ليه يا محمود ها؟ ها؟ اسمك ايه انا؟ اسمك ايه؟ يا ريما. شوف بقى يا ابني انت وهو. الموضوع لسه ما خرجش من المكتب ده معايا انا. يعني لو بقينا حلوين مع بعض وجينا لبعض في العدل الموضوع ده هيخلص. هنلف بقى وندور على بعض ونلاوع، اخرتكم هتبقى سودة. فاهمين؟ انا عايز اعرف المتفجرات دي اتصنعت فين؟ ومين اللي وراها؟ ومين اللي خطط لكم العملية دي؟ احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده يا باشا. لا اهدي كده بقى بداية مش كويسة. المتفجرات دي لقوها في عربيتكم. يا باشا العربيه دي مش بتاعتنا، احنا كنا مأجرينها نتفسح بيها. واتفسحتوا؟ اتفسحنا يا باشا. الفسحة اللي على حق بقى يا رجالة إن العربية دي مسروقة ومبلغ بسرقتها في محضر رسمي ومدرجة في كمبيوتر الأمن العام. يبقى اللي اجرها لنا هو اللي سرقها يا باشا، والحاجات دي مالناش دعوه بيها. كده الكلام مات. الظاهر إن الدخلة اللي دخلتها معاكم في الأول دي كانت دخلة غلط. لكن في ناس كده ما تتكلمش إلا بطرق معينة، وأنا هنا عندي كل الطرق بتاعت الكلام. انتوا بتعملوا كده ليه؟ عايزين تخربوا البلد؟ عايزين تدمروها؟ عايزين تخلصوا عليها يا كلاب؟ قضيتكم دي اخرتها الاعدام. انتوا كده شلتوا ليله لوحدكم. فكروا في نفسكم، اللي بره مش هينفعوكم. انتوا دلوقتي جوه في ايدي، وانا مش هسيبكم لما تعترفوا. العيال دي تنزل الحجز تحت. حاضر يا باشا.